نتابع هذه الصور لإطلاق سراح معتقلات من سجن صيدنايا برفقة أطفال. يعني كان هناك أطفال داخل السجن لنساء كن مسجونات. معروف بأنه هذا السجن كان يسمى لدى السوريين المسلخ البشري. تفضل سيد رامي. يعني أنت هذه المشاهد، ما يعني أطفال داخل المعتقلات ليس من الآن، منذ عهد الحافظ الأسد، منذ عهد الأسد الأب، وأطفال في المعتقلات، أمهات مع أطفال في المعتقلات في كل المعتقلات السورية. إذا سألت هذه السيدة لماذا اعتقلت، تعتقل لأن زوجها كان معارض لنظام بشار الأسد، أو هي معارضة لنظام بشار الأسد. فرحة كبيرة إذن في الصور لا يمكن التغاضي عنها أو عدم التعليق سيد رامي. فرحة كبيرة، أطفال صغار يعني معتقلون في هذا السجن، يعني فرحة نساء كبيرة جدا. كان أيضا استعرضنا بالساعات الماضية صور من داخل مركز المراقبة في سجن صيدنايا. هذا السجن له تاريخ طويل وكان لا يخضع لأي قانون دولي، وأقضية الأفرع الأمنية. وهذا السجن جرت فيه مجازر بقيادة قاسم سليماني منذ العام 2000، منذ شهر 5 2013 إلى شهر نوفمبر 2015 كان قاسم سليماني هو الذي يقود قضية السجون في سوريا. لذلك أقول بأن شهد مجازر كثيرة وإعدامات كثيرة هذا سجن صيدنايا، وسجون تابع للمخابرات والفرقة الرابعة.